الأخلاق ومراعيا به فطرة الإنسان وكرامته، قاصدا إلى تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي منها حفظ النفس البشرية التي حرم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور، حيث أجمع العلماء في المذاهب الأربعة على أن مرتكب مثل هذه الأفعال يقام عليه الحد جزاء بفساده في الأرض، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الجريمة التي طالت طفلة في العاشرة من عمرها في مدينة عفرين المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي ما هي إلا دليل على الفكر الهمجي، حيث أقدم زعيم فرقة العمشات التابعة للاحتلال التركي والذي يدعى أحمد ممدوح عن اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أثناء مرافقة والديها في طريق ذهابهم إلى عفرين في ناحية شيخ حديد، وقد لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته. إن العالم أعمى وأصم وأبكم عن كل ما يجري في عفرين من هذه التجاوزات التي تطال الأطفال والنساء، وكل هذا تحت مسمى الإسلام، وإن هذه الأعمال القذرة لا تمس للإسلام ومبادئه الإنسانية والأخلاقية. إننا كمجلس المرأة ومؤسساته في مؤتمر الإسلام الديمقراطي بشمال وشرق سوريا نرفع صوتنا إلى العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص. إن هذا الدين بريء من هذه التجاوزات الهمجية للإنسان وكل ما يقوم به مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين من خطف ونهب وسرقة واغتصاب بحق المدنيين العزل. لذا نطالب كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف في وجه الاعتداءات التي تطال شعبنا. انظروا إلى أطفالنا، انظروا إلى ضحايا الاحتلال التركي، أنتم من تنادون بالسلام وبحقوق الإنسان. أين أنتم اليوم من هذه الجريمة الشنعاء؟ أين أنتم من القهر والظلم الذي نعانيه؟ مجلس المرأة ومؤسساته في مؤتمر الإسلام الديمقراطي بشمال وشرق سوريا 8/5/2023.